يا سيدي السلام عليكم، معكم سباتريوت كما العادة. عدنا ونعاد أحمد كما يقولوها. اليوم بتاريخ 7 في 2015، 7:44 على الصباح. واحد مصبح ربي يعلم بيه وبحاله. تكتكنا خممنا طلعنا عبدنا. الراب اليأس يعني برشا من المينات، يعني برشا عباد. قلنا سيدي نحاول نفهم الوضع بين نفهم نفسيتهم، تو عدوا البريود هذي شوية يأس وإحباط، وبعد عادوا يرجعوا بنفس جديد. لكن نراه كونه ناس عيشت سلمت لأمرها، وشي بريمو يبعث على إحباط. لكن الحمد لله يا رب، ربي عطانا طول النفس اللي هو لازم معناها. الحروب كما هذه حروب، عرفنا دول اللي عملت حروب قبل وقعدت عشرات السنين، ناس تموت ناس تحيا. نصنع حد بقل ما كسبت في سبيل حاجة واحدة، هو الإيمان بالحرية. لا، كانوا شو نقول لكم حاجة يا شعب. لو كان مشى في بالكم كون الحرية اللي خديتوها هذيا مدة 3 سنين واش سيتاناكي، ماهوش سيتاناكي، لا. وأكبر دليل على كلامي كون اللي قلت الكل قبل وقفت عليه تو ثبيت. هنتلتوني قلت علي نهضة، والآخرين قالوا علي جبهوي، وجماعة تقول علي نداء تونس، واحد يطلع منه الآخر يطلع من غادي، كل واحد باش يطلع. باهي، لهنا نحب نقولكم حاجة. لو كان أنا حطيت نهار في مخاخ اللي كسبتوها انتوما بذريعكم، مش صحيح، عمره ما كان صحيح. الصحيح هو كونه بن علي كانت اتحرقت، دو لعبوا له لعبة منهم فيها، جابوها على بر. يعطيكم الدليل على كلامي هذا. عمرها ما كانت تصير ثورة ب300 شهيد برك، هذه الحاجة الأولى. عمرها ما كانت تصير ثورة الاتحاد اللي فيه عبد السلام جراد يبندر البن علي، يلم في العباد في الساحات العامة ويجيب لهم دي جي ويقعدوا يشطحوا ويتراقصوا. واضح. عمرها ما صارت ثورة اللي بعدها هي بالضبط جميع المساعدات الدولية الكل جات البوليس في شكل متركات، كراهب، جيلي بربار، دروع، زيادات ومنح، نقابات أمنية فاسدة لمت الفاسد أخوه. مع أن الحياة النقابية معروف في تونس. أخطر جينيراسيون تاع فرحات حشاد هما، ودول ترو جينيراسيون تبعاه الباقي الكل انفاسد. الفاسد أخوه، طحان أخوه، لحس أخوه، هو اللي يجي يحكي باسم العمال، وهو من طوع يقايض بحقوقهم تحت الطاولة مع العروفات، وهو اللي يعمل دار وكهرباء ومستقبل صغاره فلوس، ويرى في العامل المسكين الزوالي نهار الكل عابسين فيه يتكلموا. هذاك هو، هذاك أقصى ما نجمو ناخدو به. من الآخر شعب تونس يقولك يا تكون راجل يا ماكش راجل، معندكش خيار تاني، راجل ولا ماكش راجل، خير واختار.
خير واختار. باغي تبقى مخير ولست مسير. هاني خليك انا مخير وماكش مسير. جيت حطيتك سيف على رقبتك، انت خير واختار. دونك مع العلم ان الرجولية قيم، مبادئ، افعال، اقوال، وسورتو سورتو سورتو لأكثر من هذا من كل، هي أنك تكون راجل مع روحك قبل ما تكون راجل مع الآخرين. دونك هنا خب خليني نواجه ليك انت اللي تسمع فيه، باش ما تقولش من بعد ليه يحكي على الآخرين وأنا خاطيني وأنا راجل وأنا باش مرجال. نو، كلكم معنيين بالأمر. ممكن الكلام وجاع لكن نفاع. يجي صفق لك برافو صحيت يعطيك الصحة، راك راكب على فركة ونقولك صحة المرسيدس. نو يا بشر، هنجيلك وصراحتك، هي تكون راجل وتكون ماكش راجل، وهنا لك حرية الاختيار. مجيش حطيت عباد الآخرين باش تحكم عليك راجل ولا ماكش راجل، جبتهم موتة من الجبانة ولا جبتهم مش عارف منين. بس رجوع المنظومة القديمة اللي هم حد مسؤول عليها راه هو انتي يا تونسي. انتي اللي رضيت بالشيء هذا، انت اللي رضيت كونك تقسم روحك انت وخوك من نفس العائلة، واحد يمين وواحد يسار، ويكونوا أربعة في العائلة، واحد يمشي نهضة، واحد يمشي سيبير، واحد يمشي بشبوش، والآخر يمشي سليم الريح. نو، تعاملتوا في غلطتكم الكبيرة، تعاملتوا مع السياسة كتعاملكم مع الكورة، جمعيتي وجمعيتك، دربي تربحني ونربحك. نو، الانقسام الوحيد اللي تتقسموه ممكن ومعقول هو تجمع ضد الشعب، الشعب ضد التجمع. واضح؟ وكونفرونتاسيون RCD مشيرة اللي اضطهدك وكديلك حقك لمدة 50 سنة أما أكثر، وأنت كمواطن مش نقسم كفلان وفلتان وفلان وفلتان وقدستوا الأشخاص وألهتوهم، معاكم شفتوا في الآخر ونوصلوكم. حل فمك توا نتكلم، مقولكش الخطأ خاطر إن جميع الخطأ، لكن إذا كان متفيقش على وضعك توا متنجمش تكون راجل. مش بوك يفتخر بيك يقول لي ما عملتوش أنا عملو ولدي، ولا ولدك يفتخر بيك يقول بابا خلي لي حاجة. لا تقدر بثمن أغلى من الفلوس، من بين الدنيا، أغلى من العقارات، أغلى من الكراه، أغلى من الجاه، من السلطان، من أي حاجة أخرى، اللي هي الكرامة والحرية. لا هنا هنعرج بالله على المسألة الرسمية، حكاية سن العيار. مع اختلافي الشديد مع سن العيار في بعض وجهة نظر، تبقى مساندتي ليه واجبة بحكم نحاربوا على نفس الهدف. هدف الأزمة اللي هو قيم المبادئ من أجل تكريس الحرية والوعي الشعبي، الوعي الفكري الشعبي. ايش معنى نحكي معاكم بالدارس وبالفلاح باش الناس الكل تفهم؟ ما تقولش راهو غلطوني، خاطر كان مش تقول غلطوني مالكش تلقى روحك السعودية مش باش تحج، باش تبقى غلط، باش تهج بليتو. على خاطر بن عليش خليكم بلاصة دافية غادي راه عادكم بيه راجع. هنا يا شعب تونس
مع اختلافي مع ياسين العياري في برشا حوايج. وأول اختلافاتي مع ياسين العياري بحكاية الانقيادين، بالرغم نظمت أنا وياهم واستنينا بعضنا في البريود متاع ما معناها 17 ديسمبر حتى 14 جانفي. نظرنا مع بعضنا المانيفستاسيون بلوتو مش مانيفستاسيون، هي احتفال متاع نهار 15 جانفي. نظمت ليفينمون تاع لو 13 ولكن ما جانيش برشك حتى حد ما جاني. لقى روحي انا وكعبتين اخرين في قلب بروكسل كالمعتوهين بلوتو، هازين شعارات وضربوات ومش عارف ادري شنيا. خاطر وقت صدقنا شنو صار، لكن بعد فهمنا السيناريو الانقلابات ثلاثة اللي صاروا في ساعة، فهمنا الكذب والتبلعيط، فهمنا المصالح والجملات الأجنبية، فهمنا كل شيء. ومازلنا نحاول نفهم خاطر مازلنا برشا ما تحت التواهي دواهي. وأكبر كارثة جاتكم هي البشكوش. هنا آه، الموضوع اللي حبيت نحكي فيه إيقاف ياسين العياري هو تعدي صارخ على الحرية، هو تعدي صارخ على الديمقراطية، هو تعدي صارخ على كل ما انت مشى في بالك كونك كسبته يا تونس. خاطر اليوم ياسين غدوة انت، كل سوا يميني ولا يساري. ما نحكيوش على جماعة النكبة اللي تجمعت عليهم بدون مطول قبال من نهار نذكر 1 جانفي 2012، وعاودت معناها بلوتو بعد هو 3 4 فيديوهات اخرين نزلت حكيت فيهم على الوضع. حاب نذكركم بحاجة، ياسين عياري ماهوش تولاني ماهوش الاخراني باش يحكي على المؤثر العسكري. ديجا قبل حكينا عن المؤسسة العسكرية وكان مصيرنا هو تسكير باجات، تسكير بروفيلات، قرصنة، تهديد، لدرجة انه أنا خارج تونس ووصلولنا مساج، وصلتولنا بصحتكم، كسرتوا لي داري، سرطان. نحكيش على المؤسسة العسكرية، نحكي على التجمع بصفة عامة، نحكي على الفساد نتاع المؤسسة العسكرية، نحكي على برشا من الناس حسوا رواحهم معناها مستهدفين، وحسوا رواحهم معناها في خطر، حكم مصالحهم في خطر، حكم كون نجم يجيهم النهار اللي هما وصلوا الشك، وكون يجيهم النهار اللي صحيح يلقاو روحهم حبل باش نلقاو في كروبتهم فلوسهم تتفك، كل شيء يتفك، ممتلكاتهم كل تتفك وترجع ملك الشعب ويحاسبهم من الشعب. لكن الله غالب الشعب متاعنا طلع غير واحد. هذا اللي باش نخدمو عليه في المراحل القادمة، هو توعية الشعب. نو ان شاء الله يفهمنا برك. أه... قلت لكم هذا التو اليوم من هذا رجع لعب مكشوف. باش نحكي لكم حكاية صغار من اللي صار. قبل تشريع البيانات خدمنا على 3 دوسي ديفيرون، 3 دوسي مختلفين، شيء في تونس وشيء خارج تونس وشيء بالتنسيق بين الاثنين. شيء على التجمع والتجمعين الناشطين هنا، نقول هنا معنا في بلجيكا في باريس في أوروبا بصفة عامة، تبعناهم عملنا زونكات راهو والله العظيم صدقوني معناها لا كنا نتصوروا الخمج يوصل للدرجة هذه. الدوسيات المشكلة ما نجموش نخرجوهم، علاش؟ على خاطر ما تماش قضاء عادل ونزيه، ما نجمش تمشي سبهلة لا، خليها لجوغ اللي تنقبضوا انتوما كشعب وتقرروا انتوما كشعب باش تاخذوا حريتكم وتفكوها، والحرية تفتك ولا تطلب ولا تعطى. وقتها بدوكم الدوسيات اعملوا انتم محاكم شعبية، وقتها محاكم ثورية شعبية، يحاكموهم انتم واش نقوم انتم تغفر عليهم مدرية هكا واقفة مدرية ريقته وحبل هكا هو، ويموت على
على هيئة الصليب اللي هو يتبع فيه تاع أمريكا. من ضمن الأحداث اللي صارت مؤخرا تليفونات من تونس تجي مش كمل على النهج هذا راك مش تموت، يعني حاجة الأولى. أبل سكايب، حكم تليفوناتي وسكايب نتاعي حاطين على الباجير بتاعي، راك مش كمل هكا نبهناك المرة التالية راك مش تموت. قلت عادي في روحي. نهار الانتخابات التشريعية ما لقيتش اسمي عادي، قلت برشا عباد فما مقوي صارت لي قالوا لنا لا وبروبليم انفورماتيك قلنا برا تتعدى. لفت الانتباه متاعنا برشا حوايج صارت في وقت الانتخابات، برشا اللي مقوي صاروا صرت وانا في الخارج، كنت مكشوفين خاطر انا في الخارج الناس الكل تعرف بعضها مش كي تونس. تكلمت وشادين علي برشا عباد من اللي زادمين، راهو هكا وهكا وهكا وهكا، حاولت نلم اللي زادمين ونحكي معاهم، وباقي هما اختلافات خاطر ذا ما يحكيش مع الاخر خاطر هذاك تبع حزب فلان والاخر تبع حزب فلان ويعارفوا بعضها بالامور هذي. حاشا وكلا الأدميات اللي معروفين مستقلين وعلى يد الصوب على اليدين، وبرشا ناشطين كيف كيف اللي يعلق عليهم بالأحزاب فهموا اللعبة من الأول. قلت لهم راهو بالطريقة أعرفوا ندرسوا الطريقة اللي مش يقع بها التزوير، راهو مش يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، ليس باغيين بعد يكونوا نفس الكلام هو اللي صار. ما جيتش طلبت من الناس باش تقول لي صحيت وبرافو راك كذا، طلبت من الناس كونها تلعب شطرنج وتتعلم شنو شطرنج، مش ديما تخمم دو كو على لافونس، مكان مش تروا كو، مش خرجوا الشيكي مات. هنا الفطنة والوعي هما اللي يحكموا. احنا نكبتنا في نخبتنا، النكبة متاعنا الكبيرة في النخبة متاعنا، النخبة متاعنا استانست بالتلحيص، استانست بالتصفيق، استانست بالتبندير، شنو تستناو منهم؟ شنو ترجاو منهم اصلا؟ غير شيء هذاك يبقاو طول عمرهم البهيم قصير، اللي يجي يحب ينقز يتعدى عليهم هما وينقز يطلع، ويقعدوا هما يستناو في بهيم قصير، كل بهيم قصير هذاك يستنى في شكون يجي بعده هو يجي فهمتني يطير هذاك ويجي ينقز فوق منهم ويعاود يطلع زدهو، لكن ما عندهم وين يوصلوا. لكن في نفس الوقت عايشين ومتمعشين بفلوسك انت يا زوالي، بفلوسك انت يا ولد الشعب، بفلوسك انت اللي عايش لحوم الشعبية، بفلوسك انت اللي تخمم اخر الشهر ايش مش تاكل، بفلوسك انت اللي ماشي للأجانب بلاش، في شكل خيرات وفي شكل فلوس وفي شكل موارد، وبعد هالشكل يبصقوا علينا لهنا ويقول لك يترونجي يعلم. قلت لك هذا رجعنا قلنا من ضمن التهديدات اللي جات، قلت لك تهديد بالقتل، قلنا برا سيف نورمال احنا موت بطبيعتنا، واحد كان باش يموت على ايديهم ولا على غير ايديهم احنا مستعدين له. يمكن عيال جيتو في الحبس، الحبس اللي نقولوا حبس الرجال، لما ما تقول حبس المجرمة، حبس مفيش كان مجرم، حبس الرجال زي. لكن مش نحكي لنا على الرجال على اكس ويجريج اللي تو ولاو اشباه مناضلين معناها نو، خاطر بين بالكشف كونهم ثقات مش مناضلين. نحكي هنا على نجيب الشابي مثلا، نحكي على برشا من قياديين النهضة، النهقة بليتو، حزب النكبة، نحكي على
على ناس، وعندنا بالبروفة راه أثبت، أما التاريخ أثبت الدناءة نتاعهم، وأثبت كونهم صفر وعمرهم ما يوصلوا لحاجة. ولا اسمه ذاك جربوع المناجم اللي يحكي النهار كله باسم رديف براء منه. رديف رجال وقتها وقفوا في 2008، وقتها قدموا هشام العليمي وقدموا عباد اخرين، مشاو ضحية معناها متاع النظام في ان سيرتان طون، وضحية الناس هذوما اللي سوا ديزون معناها ملقاوش بلاصة للتحيين، هانو جاو ضد النظام، ما خلالهمش النظام فرصة باش يقفوا ولا يبندروا، خاطر ديجا البلاصة الكل كومبلي معبية، فهمت. دونك هو ذراعك عليه في الطحين، انا غالب ما طحينهم لا ما وصلش، هبوطه ما يوصلش وقعد هكاك معلق، لا هو منا لا هو من دور النظام. وقال لك قيد على مناضل به، عارفينهم برشا مناضلين اللي كانوا في الانجلتير ولا هنا في بلجيكا، نحكي على البناني بيان سور، ولا نحكي على فلان وفلتان يعني كانوا جايين هنا جست على طمع في السي بي اس ولوجمون سوسيال ومش عارف ادرى شنيا، وهانو شهرية وأمور واضحة معناها. يقولك خير من البلاد، وهانو يخرج دو طون طون يسب بن علي وعادي جدا، لكن عمره ما كان عنده مبدأ متاع حرية. وبرشا شوابين عندنا لهنا كيف التالتة وإلى يومنا هذا معناها اللي مع كما احتراماتي للبعض بالرجال الكبار، ومعنا شوابين زاد كيف برشا طحانة، عندك سواء في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في ألمانيا، حكيت معاهم يحكي وا حرية وديمقراطية في تونس، هو هنا يقول احكي تراها على علاش انت البلاد اللي انت عايش فيها مثلا فرنسا ولا في بلجيكا لهنا، ولا مش عارف تنهب خيرات بلادك ولا مترجعش فلوس بلادك فلوس الشعب هذيك، فهمت. احكي تراه قول لا يا خويا ايش لازم انا عندي كارت سيجور عطينها لي عايش في خيرهم، علاش جي منه هو نعمل الشيء هذا، ما بابا حقك هذاك، هذاك حقك يا تونس، حقك يا تونسي، علاش بنصيب مازيش نهبوه من عنا خيرات، مازيش الأرواح اللي قتلوه وباقي تحب تخدم سياسة تطبس راسك كلمة عامة وحشي في التراب. نو، هنا تغلط، خاطر هنا صفر، عاود خمم. الشعب هذاك مش يقدم يعني اسم عياري، مش يقدم يوسف بدريات، مش يقدم فلان وفلتين، ولكن هذا الكل منهم إلا قطرة من فيض. ولكن لازمك تعرف اللي هذوك ولاد الشعب مش هم ولاد الهاي كلاس اللي يوفى آخر الويكاند يخمم في ماراكانا ولا في كاليبسو ولا في دبوزة فودكا وشخطورة بجنبه، بابا عطيني الكهرباء مصروف خليني نمشي نعمل دور. واضح. نحكي على العدن البيس والزربوس والحومة، فهمت بوها ولاد حوم شعبية، نحكي معاك باللغة تحب على هيك. عشنا وتمرمدنا وقعدنا في الحومة على كعبة ياجور ودربكنا على الطيص ولعبنا وليما ريتها باش لعبنا سيوفا كي نتفرجوا على الشنفرة. يا عسل ذكروا كلمات هذوك، ذكروا عزهم كلمات هذوك واحنا صغار. لعبنا احنا بالطيوس، تحب انت ولدك يلعب طاسة وانت بلادك قاعدة تنتشر البترول وتعطي فيه بلاش بريسك، وتستورد لك البترول تروازي بشوا باش يعطيهولك بيحولك حق البترول ترى بشوا، والغاز والفوسفات والملح خيرات عندك. نورمالمون هذوك يحققوا اكتفاء الذاتي تاع بلادهم تاع تونس، ومن بعد الفاضل يتصدر تعيش منه انتي والبطال المتخرج هذاك بعد ما كمل في الفاك ومدرس ياخو مو على الأقل شهرية تعاونوا، إذا كان مشو الكثير حتى القليل اللي يسمح له كونه ما ينجم يعيش ويكون روح ولا يقف على ساقيه ولا ينجم يكون مشروع، مش يخمم مش يرمي روحه في البحر شوف يوصل شوف ما يوصلش، وكي يوصل هنا يسخيب الجنة الموعودة.
ومن بعد هنا ركبة، ويلقى روحه معلق، لا نجم يروح لتونس خايف من كلمات الناس، ولا نجم يبقى لهنا وهو مرمد هكاك. ويا ما أمثلة، يا ما أمثلة. ويكذب عليك اللي يخرج يبيت لك غادي في البلاد يرجع لك الكهرباء. حكينا في الموضوع هذا قبل. جرت كهرباء ماخذها ب400 يورو ولا 500 يورو من هنا، عاملها بروتة وصل عليها في الكادوات، ولا تزبل هنا، ولا يشري في مسروق، ولا يشري مش عارف يدري شنو، عايش حالي اللي هو حرامي. فيق على وضعك بابا، فيق. فيق يا تونس، فيق ركز. خلقت طليقا كطير يقطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. لو كنت تعرف قيمتها الجملة هذيك ولا البيت الشعري هذاك، وكنت تعرف قيمته وتفهم، تتحلك برشا أفاق في مخك وبرشا أهداف لازمك توصلها. مش الهدف متاعك تعيش نهارك اليوم وغدوة يا منعاش، اليوم عيش ترزوق وغدوة عيش دجاجة. ياسين العيار يقولك ربي يصبرك، إن شاء الله تلقى شعب يقف معاك. واليوم أنت، غدوة أنا، وبعد غدوة فلان وفلتان وذاك والآخر والآخر، بحكم كونهم رجعوا رضخوا دولة الضباع، مش دولة البوليس، دولة الضباع. علاش؟ خاطر البوليس يلبسلك الزي، الإنسان اللي هو ولد الشعب مش شعب، لا ولا راح يروحوا رامبو ويتصور ويبوزي بالشتاير وبالامسيز وبالامكات ويلعبها سيلفستر ستالون. مثل هو كي نحي الزي يرجع زوالي ولد الشعب، وسيادوا المتمعشين من ثريه ويبعثوه هو للموت، وبعديه تعليمات ما تيريش. واضح يا حرسته يا بوليسية. هذاش نحكي فيه الموضوع في الفيديو اللي بعد هذا بالضبط. الفيديو موجه لكم انتم يا بوليسية ويا حرس ويا جيش ويا مؤسسة عسكرية، وان شاء الله تفهموا المساج هذا وتوعوا. يا ضباع، قلت لكم ضباع خاطر مانيش نقول لكم كلاب، خاطر الكلاب اوفياء، هيك ولا غلط؟ انتم بتعطوا اوفياء كان حاجة واحدة، اوفياء للذل. واضح؟ والناس استعبدتكم سنين وهما يخدموا طحانة عند مافيات تاع رجال الأعمال الكبار اللي قاعدين يخدموا بيهم باش بزنس. واضح؟ يعطيهم في الفتفات، وهما عطاكم حاجة واحدة، هما ياخدوا الفتفات هذاك اللي هما تراوه هما برشا، ويعيش يلبس الرولكس ويعمل كرهب ودار وكذا خاطر مسؤول في وزارة الداخلية. حاجة بعض الشرفاء اللي يصيروا نقول، لكن قلة الشرفاء. وانت يا طباع خليك تعيش من الفتفات برا، بشي لقط بالكياس، لقط ال5 وال10 من الكياس. وانت يا ديواني نفس الشيء زي كيف كيف. يا سلال القلوب، عرفت سلال القلوب تاع قبلك اللي نحكيو عليه احنا اللي يخوفوا بيه في الصغار باش يرقدوا، هذاك هم جماعة الديوان. باهي حكينا فيه الموضوع ده قبل ولا عليه؟ حكينا برتحق الواد وبرترادس ومطار قرطاج ولا مجر، مش نرجعو نحكي فيه، هرجع فيديو تلقاو وحدة الكل. هنا يا ضباع خلينا نقولك تعيش من الكيف، تاكل الفضل انت. لكن الحاجة الوحيدة اللي عطوها لك نفخوك هكا باش تولي ترى روحك رامبو، وبرا تحب تفش غيظك في نار تفشه في المواطن، تصرف معاك كما تحب. احنا بعد الرابورات نعديوها نورمال عادي، لكن الناس اللي فما رب العرش فوق الناس الكل، فوقك وفوق اللي فوقك. واضح؟ وقت الحساب انت توا وقل لي ما انا ربي واكفر ربي واعمل ايش تحب، لكن نهار الحساب اللي تطلع فوق عريان زمت، ليشك الزي تفشلم بيه هذاك، ليشك ايش طاير، شو تقول له وقتها؟ بدل تطلع له هو فوق الساعة باش ترفعها بوشطة، ريتك تعذيب اللي عملتوه هذاك. وانت يا دبير رامبو يا كلب،
يفرق البزيق كنت انا بين رامبو اللي تربي روحك من فوق واه واه، ولا غيرك ولا مثالك برشا زي كيف. وقت اللي تطيح مع منكر ونكير اقسم بالله العظيم يا انا جرجاني وانا واحد مرة تهز تحط في السماء لقيتها في كل قبر فك 2 متر على متر وهذوك الظالي راسك لوطة ساقيك الفوق. خمم فيها مليح وذكر عباد قتلتهم الكل انا بين رامبو يا كلب. وانتم يا بوليسية كيف تذكروا الاضطهاد والقمع والارهاب والترهيب اللي عملتوه للمواطنين، وشوفوا من بعد يتيح فيك في صغارك، في صغارك، في مرض، في كياس، في واحد ناقم وقاعد تسميه ارهابي. واحد ناقم على الوضع خاطر انتم اغتصبتوا له امه ولا اخته ولا عذبتوا له ابوه ولا قتلتوا له اخوه، ويرجع فيش الغيل فيك من الغل فيكم. ولكن كل تراكم نفسي نتاع قداش من عام تاع الهموم الجامدة اللي انتم سلطتوها على الشعب والقمع اللي عملتوه انتم للشعب، يجي فيش غيظ هو في واحد منكم بقى تردوه ارهابي، تصنيف ارهابي وخطير ومتشدد وملتحي وقلوغة تخرجوا هنا ملثم ملتحي. اي تاو في بالي ما عنديش لحية باش تقول علي ارهابي رواه، لا ارهابي لا وين واضح. جيبوا غيرها تبقى واضح. السلام عليكم. تشاو.